مش سهل يا عم كولر، مش سهل على الاخر، والفرصه اصبحت سانحه الان. ميدياما كسب شباب بلوزداد، واحنا بكره لو كسبنا يانج افريكانز هنبقى اول المجموعه. اهلا يا عم. رغم انه زي ما قلنا مجموعه الاهلي السنه دي تعتبر سهله نسبيا، الا ان ماتش يانج افريكانز بكره يعتبر ماتش صعب نسبيا برضه. يانج افريكانز اول الدوري التنزاني ب 24 نقطه من 9 ماتشات، يعني كسب 8 واتغلب ماتش واحد. وعلى الرغم انه في دور المجموعات في دوري الابطال اتغلب الماتش اللي فات من شباب بلوزداد في الجزائر، الا انه بتبقى فرقه صعبه جدا على ارضها قدام جمهورها. محتاجين بكره ضروري ما يكونش فيه اهدار فرص زي ما بنشوف في العادي، محتاج نشوف حل المشكله الهجوميه. الكره اللي تيجي قدام الجول لازم نخلصها، لان مش هتجيلنا جوار كتير. اعتقد ان كولر بكره هيعتمد على الثلاثي الهجومي الاساسي بتاعه، اللي هو بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات، لو الثلاثه متاحين وجاهزين معاه. ثلاثه مهاجمين صراع ويقدروا يستفيدوا من المرتدات بشكل كويس جدا لو الثلاثه جاهزين ويلعبوا. ماتش بكره صعب، لازم الاهلي يكسب عشان يبقى اول المجموعه ب6 نقط عن اقرب منافسيه شباب بلوزداد وميدياما